الكيكة اليومية دايما بنحبها، وأسهل حاجة وأرخص حاجة اليومين دول بنحب نعملها للولاد ولينا، حاجة سريعة كده ورخيصة. تعالى أقولك تطلع معاكي هشة وطرية وطعمها حلو وريحتها تجيب آخر الشارع ازاي. ببرتقانة ولبن رايب، أي لبن رايب عندك مقطع بقى جايبة شارياه من بره تقدري تعملي بيها الكيكة دي، هتطلع معاكي هشة وفظيعة، والطريان بتاعها حلوة قوي ويعني منفوشة زي ما انت شايفة كده، بسم الله ما شاء الله. مش بس كده، واللون الحلو ده يطلع معاكي ازاي. بجد كانت روعة وعجبتني قوي. دايما بقيت اعتمدها في حاجات كتير، بحط فيها معلقة معينة او معلقتين على حسب الكيكة اللي بتعمليها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. وعندك برتقانتين مش عارفه تعملي فيهم ايه، انا عملت بيهم كيكتين. الكيكه دي هتاخد معاكي واحده بس، بشرتها وعصرتها وطلعت معايا ربع كوب. هكملها بقى بقيتها لبن رايب، يعني عايزين كوبايه بحد. ما عندكيش برتقان مش لازم يبقى كوبايه لبن رايب او لبن او ميه، الموجود عندك 3 بيضات ومعانا معلقه نشا صغيره هندخلها مع كوبايتين دقيق. هنا كوبايه زيت على سمنه نص ونص، والكوبايه ما تبقاش كبيره زي ما انتم شايفين كده، يعني هتبقى نص كوبايه كبيره قوي لو مج كبير. هنا بقى حطيت كل الحاجه بتاعتي على بعض، ومعاهم كمان معلقتين خل، نزلت بمعلقه فانيليا صغيره وحبه لون صغننين، ال3 بيضات وكوبايه ونص سكر، اللبن بتاعي بالبرتقال، وكمان حطيت عليه بشر برتقال، والزيت والسمنه بتاعي ضربتهم كلهم في الخلاط. يلا فرحوني بمناسبه الشهر الكريم باللايك والشير، ربنا يسعدكم جميعا. دخلت كوبايتين الدقيق ومعلقه النشا والمعلقه البيكنج باودر، نخلتهم. بعد كده نزلت بكل المقادير. هتقلبي كل ده وبعد كده تحطيهم في صينيه مدهونه سمنه ورشه دقيق بسيطه خالص. اصغر صينيه عندك تحطيها فيها عشان تطلع معاكي هشه ومرتفع. معاكم سوبر ماما. يلا شجعوني باشتراك ولايك وشير، ونوروني على القناه دي وعلى الفيسبوك. شوفي كل الكيكات الحلوه اللي شفتوها في الاول، وكمان البتنجان المخلل هسيبه لكم في صندوق الوصف، كمان في الطعم زي ما انتم شايفين كده. هنخبط فيها شويه علشان الهواء اللي فيها يبقبق زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ندخلها الفرن. هندخلها الفرن في النص كده على درجه كام، يعني 180، وبعدين توطي عشان النار بتاعتي كانت عاليه قوي الصراحه. المهم تسخني الفرن بتاعك قبليها وانت بتحضري. اهم حاجه النار ما تبقاش عاليه قوي ولا واطيه قوي، اهم حاجه تبقى عاليه معاكي في الاول، وبعد كده تقدري توطيها شويه عشان وشها ما يتحرقش منك او القعر ما يتحرقش. يعني هعلي النار سنه وبعد كده هبتدي اوطيها، لان النار بتاعتي كانت عاليه كده على حسب النار بتاعته. وهنا حطيت الشوكه او السلايه، الحمد لله لقيتها بقى ايه مستويه وكويسه. المهم وانت لما تخلصيها ما تطلعهاش من الفرن بسرعه، سيبيها تاخد الصهج زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. معلقتين الخل خلوها هشه معايا، واللبن الرايب. امان عليكم اوعوا تكونوا نسيتوا لايك واشتراك. كمان البيكنج باودر اللي احنا بنحطه اول محسن كيك على حسب كل حد بقى موجود عنده مقادير. ممكن تعمليها بالميه وممكن تعمليها باللبن او بالعصير البرتقال، بس هتطلع معاكي هشه. بس اهم حاجه تنخلي الدقيق. اتمنى تشوفوا كل فيديوهاتي على اليوتيوب والفيسبوك باذن الله وتعجبكم وتفرحوني. ربنا يفرحكم.